ازيكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يلا بينا نبدأ نشوف الجمال والحلويات دي بتتعمل ازاي. نبدأ كلامنا بالصلاة على سيدنا النبي، ونبدأ نشوف احلى مسقعة انا عملتها في حياتي. هتقشري كمية البطاطس اللي انت عايزاها، تعملي بطاطسيتين 3، هتعملي كمية كبيرة عائلية مثلا. اللي انت هتعمليه هتبدأي تقشريه، ممكن تقطعيها صوابع زي ما بتقليها، بس جربي الطريقة دي حلوة قوي قوي قوي. قطعتها شرايح كده وهي رفيعة عشان ما تبقاش تخينة معاكي وتتحمر على طول وتاخد لون ذهبي معاكي. هنبدأ برضو نقطع البتنجان، حابة تقشري البتنجان كله، حابة تعمليه اصغر من كده، الحجم اللي انت بتحبي تقطعيه قطعيه، بس انا عاملاها كبيرة كده لان البتنجان بيكش في قلب الزيت، يعني هتلاقي الحجم اختلف معاكي خالص وهتلاحظي وانا برص الصينية. هنبدأ نقطع كمية البتنجان اللي انا عاملاها، وكل كمية تقطعيها رش عليها حبة ملح. وبرده الفلفل ممكن تقطعيه دوريات وممكن تقطعيه بالطول زي ما انا مقطعه. هتبدأي تحطي الطاسة اللي بتحمري فيها وخلي الزيت غزير معاكي، وتبدأي تنزلي بالبطاطس وما تخليهاش تستوي سوا كامل، يعني يا دوبك لونها يصفر كده وهتبدأي تطلعيها. وخلي بالك ما تحطيش كمية بطاطس كتيرة فوق بعض عشان تطلع البطاطسياية كل بطاطسياية ماسكة نفسها. برضو البتنجان نفس النظام، طلعنا البطاطس هنبدأ نحط البتنجان برضو نفس النظام، ما تحطيش بتنجان كتير عشان تطلعيها واحدة واحدة. هنبدأ نعمل خلطة الحشو بتاعة المسقعة. هنعمل لحمة مفرومة زي بتاعة الرقاق بالظبط، نفس خلطة الرقاق، بصل مع فلفل اخضر وتديهم تشويحة خفيفة وتنزلي عليهم باللحمة مع رشة ملح. قلبي لغاية ما لون اللحمة كله يتغير وتنزلي عليها بالطماطم، نص معلقة بابريكا، نص معلقة فلفل اسمر، معلقة كبيرة من الملح، وقلبي برضو كويس. وخلاص كل حاجة جاهزة معانا. هنبدأ نرص الصينية، يعني هتقولي لي عندك طولة بال ترصي رصيتها وطالعة بسم الله ما شاء الله عليها. رص الصينية، اكيد انت هتعملي حجم اصغر من كده فمش هيتعبك. رق بطاطس، رق بتنجان، ورق فلفل اخضر. شايفة البتنجان عشان ما انا مقطعاه سمكه له خفيف وله عريض قوي، طالع بسم الله ما شاء الله عليه، ونفس اللون، وطالع الواحدة ماسكة نفسها كده وماهيش مكرمشة جامد. حطيت البتنجان والفلفل والبطاطس وهننزل عليهم باللحمة المفرومة اللي انا عملتها. طبعا بيفيد عندي حاجات انا ما بركنها على جنب وهقلبها، احنا كناها قبل الصينية كانت جميلة قوي قوي. برضو نفس الرقات اللي عملناها تحت هنعملها مع بعض فوق تاني. رصة البطاطس، رق البتنجان، رق البتنجان، اخر رق الفلفل، مع الطماطم اللي انا مسبكاها. دقة فص توم وحطيت عليه الطماطم السبكت، حطيت عليها حبة مية خفيفة ورحت نازلة عليها. وشايفين الجمال والحلاوة، حقيقي كانت احلى صينية مسقعة انا عملتها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا متابعة ولايك ومشاركة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.